السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله جبت لكم حلوة الطابع، حلوة سهلة، حلوة الجيل الذهبي. كامل اللي خالقين في وقت الجيل الذهبي واش نقول لكم لازم ديروا لي كل جيم، لان هذه الوصفة كنا نحبوها كل. عندي هنا في ريسيبي، عندي بيضة بتكون حارة الغرفة، عندي هنايا مبشور ليمون ملعقة صغيرة او مبشور البرتقال، يعني لك الاختيار في ذلك. عندي هنايا ملعقة صغيرة فانيليا، عندي فنجان السكر حبيبات سكر عادي، نخلطوهم خلطه خفيفه فقط، ونزيدوا نروحوا نضيفوا فنجان زيت. هاو فنجان الزيت، ونزيد هنايا نضيف فنجان حليب. الحليب هنا يكون بحارة الغرفة عادي، بحارة المطبخ. نخلطوهم كيما هنا، وما نساوش رشة الملح. نخلطوا هذا الخليط كامل حتى يذوب، يذوب هذاك السكر، سواء بيدينا سواء بالفوي، يعني هذه حاجة اختيارية، او بالباطير، يعني حاجة احنا كنا في امهاتنا يديروها بيديهم. نلموا العجينة حتى تكون كيما هكا طرية، وما نساوش كيس خميرة الحلويات اللي هو 10 غرامات. نخليوه هنايا ترتاح حوالي 5 دقائق حتى 10 دقائق فقط على طاولة العمل، لأنها عجينة راهي تتلاصق. ندهنوا بشوية طاولة العمل بشوية زيت، ما نكتروش، فقط رشة الأولى فقط، وما نزيدوش نرشوها. ونطرحوا العجينة تاعنا عادي، أو اطرحيها على كيس بلاستيكي. هنايا نطرحوها، ما نرقوهاش خلاص. خليوها سمكها شويه مرتفع، لانها كي تقلى وزيد توجد راهي تزيد تطلع على خاطر مش فيها الخميره. هنايا عندي الطابع كيما صابلي ويكون كبير، واللي ما عندهاش سوا كاس وهذاك اللومبوط، وتفتحيها عادي كيما هكا تشوفي. وهنايا سخنت الماء، هاي هنا وجدتها، وسخنت المقله الزيت، سخنته على نار تكون اقل من المتوسطه، ونحطوها ما نقلبوهاش حتى نشوفوها بدات تصفر على الجوانب، نقلبوها ونحطوها في كسكاس او حاجه، ونعسلو. هذا العسل راني حضرته معكم على اليوتيوب. نعسلوها كيما هنايا هكا، نقلبوا شويه هكا، ونحطوها في الصحن اللي راح نقدموا فيه. نعسلوها كامل كيما هكا، ونحطوها ونرشوها بالتزيين اختياري، جلجلانيه، كاوكاو، او قدميها كيما هكا. وهاي النتيجه امامكم، نتيجه خياليه، روعه، ما تجيش مزيته. نقول لكم بصحتكم، ان شاء الله تتعلموها كامل، وبصحتنا احنا اللي عقبناه جيل ذهبي. ان شاء الله ديروها، ان شاء الله ذكرتكم بالماضي. باي، الى فيديو اخر بحول الله.